يلا بينا نعمل الممبار. عندي الممبار مغسول ومتنضف، ممكن نحشي على اي اتجاه منه عادي جدا. التوابل عندي بقى كزبرة، فلفل اسود، وبابريكا، ومرقة دجاج، وكمان بصلتين كبار متقطعين، وصلصة الطماطم، وعصير الطماطم. اول حاجة هنحط الزيت على النار يسخن، وننزل بالبصل ومعاه رشة ملح. هنقلب بقى لغاية ما يدبل معانا خالص بس اللون ما يتغيرش. هننزل بعد كده بالتوابل بتاعتنا تتشوح شوية، وبعد كده هنزل بالصلصة تتشوح كمان، وهننزل بعصير الطماطم. حطيت كمان رشة من السكر والمرقة، هغطي عليها واسيبها تاخد غلوة. وبعد كده عشان اعزز الطعم هحط معلقة من الثوم البودر ومعلقة من السبع بهارات. هنظبط كده بقى الملح، واول ما تتقل يبقى كده جاهزة معانا. هحضر بقى باقي الخلطة. هستخدم الخضرة كزبرة وشبت وبقدونس وبصل مبشور، طماطم متقطعة صغير جدا، وجزراية مبشورة. هحط كمان رشة من الكمون، رشة كمان من الملح، ورشة من الفلفل الاسود. وهحط الرز بتاعي مغسول لكن مش منقوع. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض كويس، وهحط الصلصة بتاعتي بالتدريج لغاية ما الاقي اللون بتاعها مناسب بالنسبة لي. وما ننساش الزيت عشان هو اللي هيخلي الرز مفلفل معانا. دي بقى اسهل طريقة للحشو. انا بمسك الاطراف بتاعة الممبار، بمسكه بالصباعين الابهام بالطريقة دي، والسبابة صباعين السبابة هو اللي بيدخل الرز لجوه. بعد كده ببطط بقى الممبار عشان خاطر ما ينفعش يكون مليان قوي. قبل ما تحشي الممبار ممكن تخليه سليم او تقطعيه لقطع، او ممكن كمان نعمله ممبار بوبس. بحشي الممبار بطوله كله، وبعد كده بقسمه بالخيط بالشكل ده كده. بربط اول الممبار عشان خاطر ما يطلعش الرز، وبعد كده بقسمه ببططه كويس، وبعد كده بربط. طبعا بحاول اخليه كله قد بعضه، وبخلص كل الكمية بقى بنفس الطريقة. بعد كده بعد ما بخلص خالص بروح جايبة بقى ايه خلة سنان او عصاية الشيش، وببدأ ان انا اعمل ثقوب كده عشان خاطر ما يفرقعش مني لما ينزل في المية. وبس كده بحضر بقى المية اللي هنسلق فيها مية مغلية، وبحط بقى المنكهات زي ما احب. عاوزة احط بصل، عاوزة احط جزر، براحتي جدا. انا حطيت ورق لورا وحبهان وقرنفل وكبابة صيني. بنزل بالممبار من الاطراف، ما بنزلش من النص بالشكل ده كده عشان يقفل على بعضه وما يخرجش الرز منه بالشكل ده. بسيبه بقى على النار بياخد حوالي ساعة الا ربع عقبال ما بيستوي كده. بعد ما استوى ممكن بعد كده بعد ما بيبرد افرزه واستخدمه وقت ما احب، او ان انا اسيبه يبرد وبعد كده هقليه. ممكن تقليه، ممكن تحطيه في الفرن على طول تحت الشواية وتقلبيه من وقت للتاني براحتك جدا. بعد ما بيبرد بيبقى لونه بالشكل ده اغمق شوية، بيبقى حلو جدا. وكمان الممبار بوبس شكله جميل جدا وكيوت قوي. عندي الزيت بقى يكون سخن، وبنزل على طول بالممبار. بس قبل ما تنزلي بالممبار رشة من الملح كده على الزيت عشان الطرطشة ما تبقاش كتير عليكي، ياخد وش على الاتجاهين. وبعد كده بيبقى جاهز معانا احلى ممبار بجد. لونه حلو جدا وطعمه جميل جدا، والسوا بتاعه مظبوط جدا. بصوا بقى اللون بتاعه من جوه عامل ازاي. بجد ممبار ولا غلطة. جربيه وان شاء الله هيعجبك بالطريقة دي. جربيه وادعيلي، وما تنسيش تدعميني.